أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم جميعا معنا في هذه الحلقة لنهار اليوم. الحلقة اليوم عندنا الرياضة والفساد المالي داخل المملكة المروكية. اليوم إخواني أنا عرفت القجع علاه دار المستحيل باش ينظم كأس إفريقيا للأمم داخل هذه المملكة على حساب الجزائر، رغم أن هذه المملكة انذاك كانت غير جاهزه، ومازال لحد اليوم مازال عاد ما جاهزه اخواني اخواتي 100%. لكن دار المستحيل، خسر مال قارون باش يمنحوا له شرف تنظيم هذه التظاهره الرياضيه الافريقيه. خسر مال كبير اخواني اخواتي، اموال الكوكايين والمخدرات كلها ضخها باش يحصل على شرف تنظيم هذه التظاهرة القارية. تبغوا تعرفوا إخواني أخواتي قمة الفساد والاحتكار، احتكار صفقات سبونسور طبعا هو وحاشيته. إخواني أخواتي باغين تعرفوا علاه، تعرفوا هذا الفساد؟ أروحوا معايا إخواني أخواتي. كاينة مروكية قريبة منهم عندها مصادر قوية وصحيحة تنعت لنا قمة الفساد وعلاش هذا القجع أصر باش ينظم هذه التظاهرة داخل هذه المملكة. تعالوا إخواني أخوات. تنظيم المونديال وكأس افريقيا. في هذا الفيديو بغيت نشرح القجع، يمكن الحكومه بصح ما فاهماش، يمكن ماشي كيديروه بالتربح. بغيت نشرح ليه سبب هذا الغضب اللي ولا كينتشر بين المغاربه ضد تنظيم هذه التظاهرات الرياضيه اللي من المفروض كنا نفرحوا بها. منين جا هذا الغضب؟ وخاصي القجع ملي كنسمعوا الاخبار الموثوقه بان السيده مريم بن صالح صاحبه ماركه المياه المعدنيه سيدي علي هي اللي خدات سبونسورين الرسمي لكأس افريقيا. ما معنى مستشهره؟ معنى غادي تخلص الفلوس، غتسبونسوريزي الكان باش تحتكر في وسط من هاد التظاهره الرياضيه الاشهار للماركه ديال الماء المعدني ديالها. بمعنى هو اللي غيولي كيتباع في الطياير اللي غينقلوا اللاعبين، في الفنادق اللي غيقطنوا بها الاطقم الرياضيه، ياك في وسط الملاعب، في وسط اي بلاصه غيتنظم فيها التظاهره، يعني غتبيع. والفلوس اللي غادي تخسرهم في الاشهار غادي تربحهم بالتريبل. واضافه الى الاشهار اللي غادي يدار في لي بونكارت، في الاذاعه والتلفزه المغربيه ودوزيام ميدي ان تي في، في لي بانيير اللي غادي تحطوا في لي ماتش، والناس غادي يتاثروا طبعا بالاشهار وغادي يشريو الماركه ديالها وغتربح الكوادريبل، حيت راه ماشي هي سبونسور. اذا هي بقينا فيها وبغات تعاوننا ننظموا الكان وحطات الفلوس باش تخسر الفلوس ديال الشركه ديالها. سبونسور هي بغات تربح، ياك ولا لا؟ الا انا غلطه خرجوا صلحوا. وملي كنسمعوا الاخبار بان مرات اخنوش السيده سلوى اخنوش هي اللي غتحتكر الشركات ديال التطبيقات ديال النقل الذكي ان درايف وكريم واوبر وما نعرفش داك يانغو ولا ما نعرفش داك الشيء، من هنا المونديال شنو انا كنفهم؟ انا كنفهم انك انت بديتي كتضمس الصفقات بيناتكم نتوما الحيته الكبرى اللي تنسميوه المخزن الاقتصادي، وهو المحيط ديال القصر اللي قريب من القصر بشكل من الاشكال. قريب منه لانه داز في مناصب مسؤوليه، قريب منه لانهم تلاقاو بالملك يوما ما في جولات اقتصاديه دارها الملك في افريقيا ولا في اوروبا وكانوا معاه في الوفد. قريب من القصر بشكل من الاشكال، كيروجوا بهذا القرب من القصر راسهم باش يستحوذوا على الصفقات. هو المخزن الاقتصادي تيتمعشوا من قربهم من القصر باش هما اللي كيحتكروا الاقتصاد المغربي. انا هادشي اللي غنفهم ملي نشوفك بديتي كتضمس الصفقات وكتعطيهم غير لي غروند سوسيتي والحيتان الكبرى في المغرب. لان السؤال اللي كيتطرح هو وما الباقي الماركات ديال المياه المعدنيه ولا زو دو طابل ماء المائده؟ غادي تقول لي ايوا راه الكاف اللي اختارها، ولكن انت غتكون تدخلتي باش تجيب شركه مغربيه هي تسبونسوريزي الكاف هذا التنظيم.
ومالك ما دخلتي معاها واحد جوج ولا ثلاثه ديال الشركات متوسطه د المياه المعدنيه وجوج ولا ثلاثه ديال الشركات صغار، بما انك انت اللي جبتي الصفقه وفرحان ودخلتي شركه مغربيه هي تسبونسوريزي بزاف ودير الاشهار الماركه ديالها وتربح، وهما يسبونسوريزيو شويه ان بوتي بورسونتاج، وعلى قد لو بورسونتاج ديالهم ديروا لهم الاشهار نتوما ولا بانيير ديالهم الماركات ديال المياه ديالهم، وتا هما يربحوا ويتمعشوا. واش انا غالطه ولا هادشي اللي تنقول اقتصاديا صحيح؟ انا كنظن صحيح. والله لا صحيحه سيدتي، الشيء اللي راك تقوله لا صحيح 100%. اليوم اكتشفنا او سمعنا مصطلح جديد الا وهو المخزن الاقتصادي. المخزن الاقتصادي داير الواجهه تمثل في اخنوش، هذا الثلاثي اخنوش ولقجع وبن صالح، احتكروا جميع السبونسورات، وهاد الصفقات ماركوهم باسم انسيواتهم كما تشاهدون في هذه الصورة. شوف النسيوات كيفاه، عيشة المورو في بلاد الواقواق. هذا هو الفساد بعينه اللي خرج الشعب المروكي يطالب بإسقاطه، لكن ما حطش الصباع نتاعو بالذات على الجرح وسمى كل المفسدين بأسمائهم. لازم على حركة الزاد تحط أصبعه على المفسد في حد ذاته وتتذكروا بالاسم. هذا هو اللي نبغيو هنايا. ولا شفتوا إخواني، هذا هو المخزن الاقتصادي المدسوس، السوسة المدسوسة. شفتوا علاش القجع دار حرب باش ينظم هذه الكأس داخل المملكة المروكية، لأن الدر عليهم بأموال كبيرة. هذه الكعكة يقسموها فيما بينهم. نزيدوا نواصلوا. علاش الشركه ديال مرات اخنوش هي اللي غتستحوذ على التطبيقات الذكيه؟ علاش ماشي شي 4 ولا 5 ديال لي سوسيتي ديال النقل؟ حل كل شركه النقل حالينها شي 3 ديال لي زانجينيور خريجي المدارس ديال النقل، ومخدمين معاهم شي 4 ولا 5 ديال التكنيسيان، ومخدمين معاهم شي 10 ديال الاداريين، وتجمعوهم ب4 بهم يتحدوا ويشدوا هما هاد التطبيق. وهانتوما خلقتوا شي 30 ولا 40 منصب شغل ديال شباب اللي تا هو يتمعش ويتنعش ويربح الفليسات ويفتح بيوت ويتزوج ويعيش الحياه معاكم في المغرب. علاش مرت اخنوش ومريم بن صالح مخصوصين؟ وشكون ولما غادي تعطي الصفقه ديال المحروقات اللي غادي تكلف بالكيروزين ديال الطائرات ديال الاطقم الرياضيه اللي غيجيو للمغرب والسفريات ديالهم من ملعب لملعب بين مدينه ومدينه، والمازوت اللي غادي تعطي الكيران ديالهم لصحيبك اخنوش، ولما غادي تعطي الصفقه ديال لي بانيير وديال الطباعه ديال لي تيشيرت واللوغويات لشي حوت كبير من صحابكم من المخزن الاقتصادي، ولما غادي تعطي لي توني والسبرديلات، ولما غتعطي لي سوسيتي ديفينمونسيال ودو كومونيكاسيون، وعلى من كتوزع الصفقات غتقول لي راه طلبات العروض علنيه، ولكن كيفاش كديروا تربحوا شركه وماشي شركه اخرى؟ راهم المطبعات حتى هنا في المغرب والشباب اللي كيطبع التيشيرتات، علاش ما تشدوش شي 50 مطبعه وتفرقوا عليها شي صفيقه 10 المليون للواحد يطبعوا لكم لي تيشيرت ويبدعوا في اللوغويات، وكل شيء يتمعش ويتنعش، واللي عنده شي كريدي ديال السكن الاقتصادي يكملوا، واللي عنده شي كريدي ديال الطوموبيل يكملها، والناس يعيشوا وياكلوا معاكم ويشربوا، وتشدوا شي ليست ديال لي سوسيتي دو كومونيكاسيون الصغيورين اللي كاينين في المغرب وتفرقوا عليهم الصفقه ديال لا كومونيكاسيون ديال الكان وديال المونديال، وكاع لي سوسيتي دو كومونيكاسيون يبغيو يبينوا حنيه يديهم، والشباب والشابات ديال لا كومونيكاسيون ينوضوا ويخرجوا البلاغات ويخرجوا محتوى زوين ويعيشوا ويتمعشوا ويتنعشوا وياكلوا ويشربوا معاكم. واش هاد الهضره اللي تنقول غلط ولا صحيحه؟ صحيحه 100% ايتها المروكيه. شفتوا اخواني قمه الفساد كيفاه يتلاعبوا بالاموال وما يخليوش الرزق نتاع المواطن يوصلوا، يحرموه. الحوت الكبير كما قالوا، الحوت الكبير في هذه المملكه المروكيه هذا هو المخزن الاقتصادي، مصطلح جديد عرفناه من خلال هذا الفيديو هذا. نزيدوا انا كنظن صحيحه.
لان ملي المغاربه يشوفوا ويسمعوا اخبار تتداول في الشارع على انكم باش تمولوا هاد التنظيم ديال المونديال وديال الكان جالسين كتبيعوا الممتلكات ديال الدوله وديال المغاربه ماشي ديالكم، كتبيعوا البنايات ديال الادارات وديال المستشفيات وديال المدارس للخواص، ومن بعد كتعاودوا تكريوها من عند داك الخواص باش تستغلوها، والفلوس اللي كيشطوا لكم من البيع بهم بغيتوا تبنيو الملاعب والطرقان. هادشي صحيح ولا ماشي صحيح؟ خرج صحاح من المغاربه. اذا نتوما كتبيعوا ارضنا وارض والدينا وجدادنا اللي تحاربوا عليها باش يحرروها، كتبيعوها للخواص باش تبنيو الملاعب غينفعونا غير في الوقت د المباريات. ومن بعد شوفوا واحد البلاد لا غريس يمكن كنظن اللي كانوا داروا الاولمبيات والملاعب راهم دابا غملوا وما داروا بهم والو، داروا الكريديات باش يديروا الملاعب ومن بعد غملوا لهم الملاعب. ما يمكنش تبيعوا الارض ديال البلاد باش تبنيو شي حاجه مؤقته. ايوا ومن بعد دوك الفلوس اللي كيشيطوا لكم كتبنيو بهم الملاعب وبهم كتطلقوا الصفقات اللي تاكلوها غير نتوما. واش غادي يتنعشوا معاكم مشروع اوراش؟ والشباب اللي دخلوا داروا المقاولات مع مشروع اوراش غيتنعشوا معاكم تعاونيات الصغار اللي كيديروا مثلا زيت ارغان والزيوت، غتحطوا لهم لي برودوي ديالهم في لي زوطيل فين غيكونوا اللعابه وتا هما يبيعوا مع راساتهم، واللعاب باش يدير الماساج يستعمل البرودوي ديال واحد التعاونيه صغيره ديال العيالات في الجنوب، وتنعشوا دوك العيالات حتى هما ويفكوا الاراضي ديالهم ويمشيو يشريو دويرات ويحطوا ويزرعوا. ولا غتحطوا البرودويات ديال مرت خنوج ديال واين اون واين ولا ما عرفتش ديك الماركه ديالها. واش غادي يتمعشوا معاكم المقاولات الصغرى ديال برنامج انطلاقه وتعطيوهم حتى هما يديروا شويه د ليفينمونسيال وتعطيوهم حتى هما يديروا البلاغي والجلال والصناعه التقليديه ويبيعوا للسياح؟ ولا غيحتكرها شي حوت كبير من الحيتان ديال المخزن الاقتصادي؟ واش غيتمعشوا معاكم الدراري ديال شباب برنامج فرصه اللي راهم دابا كيخلصوا الكريديات وغيدخلوا للحبس؟ ولا غير بيناتكم بيضاوه؟ ملي المواطن المغربي دابا حل معايا بالك السي القجع، ياك بغيتو تفهموا وبغيتو التواصل وبغيتو تعرفوا علاش المغاربه غضبانين، وهنا تنقول دابا ملي المواطن المغربي القجع يشوفكم نتوما كنسمعوا انكم كتبيعوا املاك الدوله باش ديروا مشاريع لهذا المونديال، والصفقات ديال هاد المشاريع واكلينها غير نتوما، والمغاربه المقاولات ديالهم الصغرى والمتوسطه كيموتوا ما كتعطيوهم التصفقه، لان في هذه البلاد كاين بزبوز واحد هو البزبوز ديال المخزن في جميع القطاعات. حنا ماشي امريكان باش نديروا النيو ليبراليزم ونودوا الشركتك واستثمروا ربح. ما عندناش بزاف ديال الكوربوريشنز وبزاف ديال لي مارشي والحريه الحقيقيه باش تربح الصفقه. حنا عندنا بزبوز واحد كيطلق طلبات العروض والصفقات هو المخزن. تحني ليه الراس وتكون من لونطوغاج ديالو تاخذ الصفقه، ما تحنيش الراس يغضب عليك، تكون بعيد على لونطوغاج تموت بالجوع. الحقيقه في دقيقه الشعب المقاولات ديالو كتموت، والتاجر الصغير كيموت، والمقاولات الصغرى كدير فايت، والمقاولات المتوسطه دايره يديها على حنكه وكتفرج، وانتم كتفرطوا على خوتكم وعيالاتكم وصحاباتكم كتعطيوهم ليفينمونسيال ولا كومونيكاسيون وتمعشوا من المونديال، والشعب كيتفرج. كتسناونا نلبسوا لكم لي تيشيرت ديال الاسود ونخرجوا تنقولوا هلا المغاربه سبوعه ورجاله سير سير سير. لا اجي فين غتمشي؟ اجي نتفاهم معاك ونتحاسب معاك كيفاش بغيتوا. هذا الشعب عجبو هذا التنظيم ويفرح به، حنا نفرحوا بالجانب الوطني والرياضي ونطبلوا لكم وانتم تاكلوا وتشربوا وحنا نموتوا بالجوع. وهنا شرحت. هذا هو اخواني اخواتي الفساد اللي كان يخطط له مسيو القجع وحاشيته اخنوش وبن صالح. شفتوا اخواني كيف احتكروا كلش الصفقات، احتكروهم والاكثريه مركوهم على النسيوات نتاوعهم كما تشاهدوا في هذه الصوره. هذا هو الشيء اللي خلى القجع يانسيستي على تنظيم هذه التظاهره في بلاد المروك، وخسر عليها كثير من الاموال لانه عارف غادي يرد عليها يردها بالتريبل او اكثر. لا للاحتكار الاقتصادي، كفى من الاحتكار. هذه هي المعضله ديال المغرب، الرأسمالية ديال المغرب تياكلوا منها غير نتوما. المخزن الاقتصادي كلشي داير شركه. انا براسي عندي شركه من 2016 راه خصني نمشي ندير ليها الافلاس ولا ما عرفتش ندير، ما خداماش، ما عمرها ما خدمات. كنت دايره سوسيتي دو كومونيكاسيون ملي طلع اخنوش سديتها.
شكون غيعطيني انا الكومونيكاسيون كلشي مخلوع منه؟ الا شي واحد يعطيني ندير ليه الاشهار مثلا في الصفحه ديالي ونزل عليه اخنوش بالضريبه، حيت بزبوز واحد كاين في المغرب. الا كنتي انت ضدو كلشي كيقطع عليك الروبيني. كلشي عنده في المغرب شركه، الصغير والكبير، كاين اللي داير مقاول ذاتي. اش كنربحوا معاكم؟ وكلين غير نتوما. اذا ما حنا الشراكيه وكلشي مؤمم والدوله كتفرق علينا الصحه العموميه والتعليم العمومي والدعم المباشر والوظيفه العموميه، ما حنا راس ماليه كلشي داير شركه ومعش ونعش معاكم. راس ماليه ديال المخزن، راني قلتها لكم، حنا ماشي الكابيتاليزم وماشي الشراكيه، حنا كوربسيوناليزم في المغرب. قلتها. ولا إخواني أخواتي، هذا هو الفساد اللي خرج عليه الشعب يطالب بالإسقاط نتاعه، المخزن الاقتصادي وحاشيته. هذا هو الشيء اللي كان يخطط له من فساد على ظهر الشعب المروكي المقحور المظلوم المغبون. بدأت الأقنعة تسقط بقوة هذه المظاهرات اللي خرجت لنا في هذه الأيام الماضية. الشعب جيل زاد أكثر حاجز الخوف، وما زال يزيد يطالب، ربما يزيد يصعد في المطالب نتاعه في الأيام القليلة الجاية، لأن المظاهرات ما زالت متواصلة إلى يومنا هذا. إخواني أخواتي، إلى هنا نقول لكم باللي ابقوا على خير. هذه الحلقة انتهت، لعلها وعساها تعجبكم، واللي عجبته يدير لنا لايك ويشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء نتاعو. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.